بصوا، عشان الواحد محروق دمه ومش عايز يتكلم كتير، بس انا جايب لك فيديو فعلا بيوضح ان اللعيبه اللي بتلعب في الاهلي في منهم شويه لعيبه عره بجد، عره ان هم يلعبوا في النادي الاهلي. اللقطه دي فعلا الجون الرابع بتاع بورتو بيوضح لك ان قفشه ده فعلا ما يلعبش كوره، والله ما يلعب في النادي الاهلي. بص بص، رايح يضغط مع بن شرقي. بص يعني انت رايح تبيع نفسك وانت عارف ان انت نازل تاني في وسط الملعب مع ديانج، ساب الديانج لوحده وراح يضغط مع بن شرقي. طب انت طالع تضغط على لعيب لوحده قدام ليه اصلا وبن شرقي معاك؟ شوف بقى الكره دي كملت، بص الشكل، بص الشكل، خلاص ديانج فاضي، خلاص كده ديانج مسك واحد فالدنيا فضيت في الوسط اهو. هو الجون جه من هنا، بص الشكل اهو، شوف التسديده. طبعا الشناوي كده كده بيقفش الفراخ. انت شغلتك ايه؟ انا بقفش الفراخ. هو شغله الشناوي كده. بص الشناوي بقى هو تفكيره ان هو ده لاعب مصر اصلا، هيسدد في البعيده زي ما هو بيقطم كده ويروح مسدد في البعيده. والله لا في البعيده ولا في القريبه بيجيبها، بس هو فعلا فكر في كده. عشان كده اللاعب ايه، راح مموه بجسمه يمين وراح عشان يلعبها في البعيده، وبعد كده راح حاططها على يمين الحارس، يعني على شمال اللاعب. يعني بمعنى صح ضحك عليك يا شناوي، وانت اصلا انا يلا الحمد لله الحمد لله فوز سهل ضاع علينا.